الحلقة اللي قدام حضراتكم دي كتير مننا شافها، ودي كانت في برنامج عيون الشعب، والاتنين اللي في الفيديو دول حمدي واحمد الكهربائي. المفروض انهم ارتكبوا جريمة صعبة جدا في فتاة اسمها خلود، قتل وسرقة ومعاشرة بالإكراه، ده غير العلاقة الشاذة اللي كانت ما بينهم. بس المفاجأة بقى ان احمد الكهربائي ده طلع بريء، بس للأسف بعد ما تم حبسه ظلم لمدة 7 سنوات لابس فيها البدلة الحمراء ومستني تنفيذ الحكم عليه وشنقه. ولكن سبحان الله وفي آخر اللحظات وقبل تنفيذ الحكم ظهرت براءته. هنفكر حضراتكم بالقضية دي بسرعة، وهنعرف حكم المحكمة، وهنعرف أسباب إقحام أحمد الكهربائي في القضية دي، كمان هنعرف أسباب براءته وحصل عليها إزاي في آخر اللحظات. اللي حصل طبعا في حدود الساعة 1 سمعنا الصويت والزعاج، وانا ببيت يعني نايم لسه يا دوبك انام، وعلى صوت اخت علاء ده اخت الزوج بالليل الساعه 1 خلود ذبحت نفسها. خلود ذبحت نفسها. ايوه اخته خلود ذبحت نفسها. ايوه وموتت نفسها وخبطت نفسها 20 30 طعن. الحاج يا استاذ فرج، خلود ذبحت نفسها. عايز تقول ان الجريمه تمت الساعه 1 الظهر وما بلغكش انت غير الساعه 1 في الليل؟ ايوه ده اللي حصل. والجثه جوه الوضع 12 ساعه سايبين الجثه. ايوه رحنا هناك لقينا الجثه لبنت عندها حوالي 17 سنه او 18 سنه، مقتوله مدبوحه واخده كذا طعنه مضروبه في دماغها في جوه اوضه النوم بتاعتها، اوضه جنب اوضه النوم بتاعتها. متشرحه طبعا خلاص وخلصانه قدامنا طبعا، مبهدل الدنيا في كل مكان. عرفنا بعد كده ان اللي عمل الواقعه اخو جوزها وعيل صغير كمان عنده 14 سنه وعايشه معاهم في البيت. هي في الدور الثاني وبقيت البيت كله عايش في الدور الاولاني. حمدي مع واد تاني اسمه احمد كهربائي كان شغال في بيت تاني جنبهم. حمدي واحمد كان في بينهم من بعض علاقه شذوذ، كانوا بيشذوا مع بعض. احمد بيقول لحمدي، بيقول له ده انت البت مرات اخوك، عايزين ننط هناك وعايزين نسرق الفلوس وعايزين نشوفها وبتاع. حلوت في عينيهم، جم نط على البيت. حمدي واحمد كسروا الباب من الباب البلكونه، دخلوا على جوه. المهم البنت دخلت، احمد ضربها استناها جوه البيت، فضلوا مستنيين لما طلعت لهم. احمد ضربها على دماغها، وبعد كده البنت وقعت على الارض. جه خدها، تزعق ولا تصرخ ولا حد ولا اي حاجه. طفله برضه صغيره برضه 17 سنه، وهي جسمها كمان نحيف يعني، والحمل بهدلها كمان. والحمل كمان بهدلها. البنت فتحت، شافت اخو جوزها وشافت الواد الكهربائي اللي شغال في البيت اللي جنبهم. فطبعا احمد وحمدي خاف. جه حمدي راح شددها هو واحمد، جابوها جنب الباب. احمد كان معاه سكينه وحمدي كانت معاه برضه سكينه. جه اتسلوا عليها طبعا. احمد ضربها كذا طعنه اللي هو لا احمد اللي هو الكهربائي. وجه جابها جنب الباب هناك، راح ماسك السلك، راح لفه على رقبتها وراح ذبحها. بس عرضناهم على النيابه والاثنين محبوسين دلوقتي. وبعدين هم في الاول وفي الاخر شواذ. طب بيبصوا على واحده ليه؟ ومنهم واحد اعتقد ده احمد متجوز كمان. احمد متجوز ومعاه عيلين. ضربوها عوروها وقتلوها وتعدوا عليها، كل ده مع حمدي اخوه. الحمد لله ان الايام ما ماتش. يعني برضه تحس ان في حاجه مش مظبوطه. الناس الاخ بيبص لمرات اخوه، حتى الاخ الكبير. ما هو تمام. طبعا يا فندم قصه الاخ الكبير اللي هو علاء، قصه علاء هو كان في مشاكل بينهم وبين بعض، يعني بين البنت وبين علاء، عشان كده كان في اقاويل كتيره في البيت. لكن معاها كذا مره وهي كانت بترفض. واضح ان كانت اخلاقها عاليه الله يرحمها. التحريات اللي توصلت لي ان فعلا حمدي اللي ارتكب الواقع هو احمد، واللي خلص الموضوع زي ما قال الباشا البصمه المدممه اللي كانت على الحيطه. الساعه اتغدت معانا وطلعت اتغدت معاهم وطلعت فوق. طلعت الساعه قالوا الساعه حوالي 1 2 والله لحظه القتل. احنا علاء ده اخو كان معايا في البيت عندي هنا. في صلاه العشاء كان النور قاطع، كان عندي على اخو الزوج اللي انت بتشكي منه ان هو بيبص لها بصه. كان عندي في صلاه العشاء. اما كان جابني عند بيت اخويا فرج، اما اقول له ما صليتش العشاء، قلت له انا هصلي في البيت. قال طب تعال اقعد معايا شويه عند بيتنا. قلت له لا، تعال انت نشرب نفس معسل عندي في البيت ونسهر مع بعض شويه. راحوا النور قاطع، قعدت معايا شويه وصار معايا وكل بلح وشرب شو ومشي. وهو نزلته بالعافيه، ما كانش عايز يمشي من عند البيت. عايز يثبت مكانه جوه. الله اعلم. ده علاء مش حمدي الجد، علاء الكبير. صالح باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لسه طفل صغير يا حمدي. عندك كام سنه؟ 14 سنه. عايش مع اخواتي وامي، واحد في السعوديه جوز المرحومه والباقيين معايا في البيت. طب قول يعني انت قتلتها ليه؟ انا ما قتلتش، ده احمد اللي قتل. احمد اللي هو الكهربائي. اللي هو اللي قتل. انت تعرف احمد من ايه؟ قعدنا ببيت عم محمد ابو طه. ايه اللي خليك تروح بيت عمك محمد ابو طه؟ كنت اما اروح عادي بيت عمي. ما سنفوش حد. ما هو لسه شغال الكهرباء، كان شغال فيه. وانت شغال كهربائي؟ لا مش شغال. كنت بتروح ليه؟ كنت اما اروح عادي. جا قال لي تعالى اعمل لي كده قلة ادب. عملتوا العلاقه الشاذه وبعدين؟ جا قال لي يعني احنا ناخد الدب بتاع مرات اخوك ونسيبه. هو الكهرباء ده يعرف مرات اخوك من ايه؟
ما شغال جبال البيت فترة وعارف هي نازلة وطالعة. يعني كان بيشوفها فعجبته. بس دي يا اخي دي تعتبر اختك، دي مرات اخوك، هددك بالعلاقة الوحشة دي الشاذة اللي بينك وبينه. فاضطريت تقول له طب هو كان قال لك عايز ذهبها ولا عايز؟ لا عاوز الذهب. جينا طلعنا يوم الخميس، جينا نط من ورا. انت وهو بقى؟ لا كنت في البيت، هو نط من ورا من البيت من ورا. نط وانت فتحت له الباب؟ هو ما يخنقك ايه، جيت اضربه هو، جت فيها هي في كتف. جيت تخبط عشان انت مرات اخوك، جيت تخبطه هو بالسكينه عشان تنقذ مرات اخوك واللي ببطنها، جت فيها هي. جا شد عند الباب وجا فتح سكسة البنطلون. لا يعني بلاش من الكلام ده. عايز تقول ان هو بعد ما خنقتوها وضربتوها بالسكينه اعتدى عليها؟ بعد ما غسلتوا ايديكم والدم اللي على هدومك وديته فين انت؟ انا ما كانش فيها دم، كان في ايديك بس. ايديا بس. طب هو هدومه كلها راحت دم؟ ايوه غيرها في الشقه عندها ده في البيت. بس ازاي نزل بقى بهدومه ولا عليها دم في عز الظهر؟ مساء ما كانش فيها، كانوا نايمين هم. كانوا نايمين. خدوا كام؟ هو خد المحمول من الشنطه، خدتوا فلوس؟ ايوه 530. مين اللي خد ال 530؟ عطالي انا. عطالك انت. ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ السلام سعد. عندك كام سنه يا احمد؟ عندي 36 سنه. متزوج ومعايا طفلين. شغال ايه؟ انا شغال موظف في الري وشغال كهربائي سيرسيون. انت كنت تعرف القتيله بقى؟ لا والله ما شفتها ولا اعرف. ما دخلت جوه تعمل ايه؟ ما دخلتش والله. اما ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الواد هو متبلى عليا في كل حاجه. متبلى عليك ليه؟ ويعرفك منين؟ اكيد طبعا انا شغال، طبعا اللي معدي ولا رايح شايفني ان انا شغال هنا، وانا الوحيد الغريب في البلد. غريب من البلد زي ما كلهم عارفين. انا ما اعرفش غير صاحب البيت. صاحب البيت تبقى البنت اللي انتوا اغتصبتوها وموتوها يبقى عمها على طول. انا سيادتك ما اغتصبتش حد. ما قتلت مين؟ ما قتلتش حد. الولد يعرفك منين؟ الله اعلم، انا ما شفتوش سيادتك غير هنا. يعني الولد انت ما تعرفوش هو ما يعرفكش، ورغم كده اتبلى عليه؟ اتبلى عليا. من اسبوع حلقه برضه القاتل قتل طفله عندها 3 سنين ودفنها جوه البياره وردم عليها واشتغل في بيت ابوها لغايه الساعه 11 في الليل والسحر معاه. وهو كان قاتل بنته. فحته انا كنت فين دي مش هي دي المشكله. ازيك يا حمدي؟ ده مين بقى؟ احمد. هو ده الشخص ده؟ هو الشخص. قلت له بس ما يكونش هو الشخص ده. انت تعرفه مين ده؟ انت تعرفه مين ده؟ بيقول ما يعرفنيش. ده هو اسمه احمد محمد محمود، شغال جبان. شغال كوبالكو؟ ايوه. لا كان معاك عمال بس ما كانش ما يروح معاك ساعه الحادث. بتكلم على يوم الحادث. على يوم الحادث؟ سيادتك يوم الحادث. سيبك من الوظيفه. المهم اليوم اللي حصلت فيه الجريمه قال لك ايه بقى على مرات اخوك؟ قال لي احنا ناخد الذهب منها. ويعرفها منين؟ لما شغاله جبان. معجب بيه؟ ايه ايوه بعد الدور كمان ما اعرفش مين. يعني على الساعه 1 ما اعرفش. انت بتقول ثواني ما تستغلش، اصل كله بيستغل صغر سنه. هو عنده 14 سنه، اي نعم هو عمل جريمه كبيره، فما تحاولش انت تصيد منه اي كلمه. هو انت راجل عندك حاجه و30 سنه وهو حاجه عنده 14 سنه، وهو للاسف يعني نظرا للعلاقه الشاذه اللي بينكم مش قادر ان هو يقدر يتكلم معاك او يقدر يقول لك لا علشان عايرته وقلت له هددك هفضحك في البلد. سيادتك هو مين اللي اتفضح؟ انا الكبير ولا هو؟ لا مؤاخذه هو عيل صغير ما يهموش. العيل الصغير ما يعرفش يألف الكلام ده كله. كل الكلام اللي قاله ده مش مظبوط. اشمعنى اختارك انت بالذات؟ الله اعلم، والله العظيم ما شفته قسما بالله. ده والله هو ده هو اللي حصل، ده اللي قلت لك عليه، هو ده اللي حصل. ما تظلمنيش حرام عليك، كل حاجه هتبان. اذا كان يعني عندنا في الفلاحين بيقول لك اذا كان المستمع مش عارف ايه فاللي بيتكلم صح كده. ايوه. في واحد هيقول على نفسه ان هو يعني مارس معايا الشذوذ مره وانا مارست الشذوذ معاه مره. اسمعني بس. وفي واحد هيقول على نفسه ان هو دي مرات اخوه ويروح يدخل جوه علشان استغفر الله العظيم يعملوا معاها غلط وهي حامل. هيعمل ده كله كذب في كذب عشان هو عمل. طب وموضوع الشذوذ اللي بينك وبينه هيفتري على نفسه؟ قسما بالله ما حصل. لا هيفتري على نفسه الكلام ده. انت عارف الكلام ده عيب ايه؟ هو يفتري براحته على نفسه. ايوه على نفسه. ما تواجهه يا ابني. اقسم بالله هو اللي عامل. انا ده كله يعمل وحدي. والله العظيم ما حصل وانت كذاب. انت كنت عارف ان عمره ده ما هيتكلم، مش هيفضح نفسه، فانت كنت مطمن خالص ان القضيه يعني لما ربنا اراد ان هو يقعدكم القعده دي لما ان الولد ده قدام ويحط بصمته على الحيط، فرب ما فيش جريمه كامله، وربنا خد ذنب البت الغلبانه عندها 18 سنه واللي حامل في 8-9 شهور. يعني انا عايزك بقى زي هو اعترف عليك دخله معاك في القضيه وقول له هو كمان اغتصبها. لا انا ما عملتش حاجه، ما تبلاش على حد، هو اتبلى عليا يحسب عند ربنا. ما تبليش عليك، ده كله حاصل. ما المحامي هو اللي محفظك، انا مش هي اللي محفظني. انا ما بتكلمش في النيابه، المحامي سيادتك هو اللي بيتكلم. طيب انا هحفظ منين؟ هو يحفظني انا منين؟ هو 100% هو اللي كان معاك. ايوه 100%. وانت على نفس كلامك؟ انا على نفس كلامي، وان شاء الله الايام هتثبت. الفاعل الحقيقي لم يوجه ليه اتهام، والتاني حصل على 2 سنين في احد دور الرعايه وتم الافراج عنه، وده بسبب صغر
سنه. اما احمد الكهربائي بقى تم الحكم عليه بالاعدام. المثير بقى في القضية دي ان كان فيها حاجات كتير جدا بتثبت براءة احمد الكهربائي. هنلاقي ان اللي كشف حمدي بصمته المدممة على الحيط. طب مش غريب بقى ان الكهربائي ملوش اي بصمة موجودة في المكان؟ كمان في الفيديو اللي لسه عارضينه ازاي حمدي عارف اسم الكهربائي بالكامل؟ طب هل واحد هيعمل معاه العلاقة الزفت دي هيقول له على اسمه بالكامل؟ ده بالعكس، ده المفروض ان هو يقول له اسم مش حقيقي. كمان في تضارب كبير في اقوال حمدي، لانه قال الكهربائي كان عايز يطلع عشان يسرق، وشوية ده خلود كانت عاجباه وعايزها. يعني هو كان عايز يسرق ولا يعتدي ولا الاثنين ولا ايه بالظبط؟ المثير كمان ان المعاينه اثبتت ان مفيش اي كسر في اي باب الا باب البلكون، ولو فعلا تم الدخول من البلكون طب ما حدش في الشارع هيشوف الكهربائي وهو بينط؟ طب اثناء ارتكاب الواقعه نفسها ما حدش من اهل البيت هيسمع صوت او خبط؟ طبعا مستحيل. بالتاكيد اهل البيت كان عندهم علم باللي حصل، وهم اللي نظفوا اثار كل الجريمه وبصمات العيال اخوات الذوق، بس نسوا بصمه حمدي اللي كانت على الحيطه. واللي يؤكد الكلام ده ان الواقع حصل الظهر وهم ما اظهروش او ما بلغوش او ما استغاثوش الا الساعه 1 بالليل، وان خلود ذبحت نفسها والكلام الفاضي ده. واللي بيؤكد الكلام ده كمان ان البنت نفسها المجني عليها كانت بتشتكي من معامله اخوات الزوج ليها، وانهم بيبصوا لها بصات غريبه. ده الموضوع وصل ان الاخ الكبير نفسه حاول معاها اكتر من مره. هل من المعقول ان الكهربائي واللي متجوز وعنده طفلين وبيشغال في بلد غريبه عن البلد اللي هو قاعد فيها هيبص للبنت دي وهيطلع لها شقتها في عز النهار علشان يسرقها بقى او يعمل اي حاجه؟ حتى اصلا لو كان في علاقه بينه وبين الواد الصغير ده طب ما هيخافش ان حد يشوفه؟ ده لو حد شافه او اتمسك معناها ان هو في اعداد الاموال. حقيقه اللي حصل في الواقعه دي يا جماعه ان هم كانوا عايزين يحطوا الكهربائي في القضيه باي شكل، والسبب ان ده كانت نصيحه محامي ما عندوش ضمير ليهم، واللي قال لهم ان حمدي هياخد 2 أو 3 ويطلع عشان سنه. اما الفاعل الاصلي واللي هو غالبا الاخ الكبير للزوج لو دخل القضيه دي هيكون حبل المشنقه مصيره، وده بسبب تعدد الجرائم وبشاعه الواقع. ولان بقى كان من المستحيل يتقال ان حمدي هيعمل كل الواقعه دي الصعبه دي لوحده، فكان لازم يجيبوا حد يشيل معاه القضيه. فتم الاستقرار على الزج بالكهرباء، واللي بقى غريب عن البلد وكان موجود في وقت معاصر لارتكاب الواقعه. كمان تم فبركه موضوع العلاقه الشاذه اللي كانت ما بينه وبين حمدي دي علشان يكون سبب مقنع لارتكاب الجريمه بالاتفاق مع حمدي، ويصرف نظر رجال الشرطه عن الفاعل الحقيقي. بصراحه تخطيط شياطين منه لله. المشكلة كمان ان بعد الحكم بالاعدام على الكهربائي ظلم، اهله كل ما يروحوا لمحامي علشان يمسك القضية ويعمل نقض للحكم كان بيرفض. محامين كتير كانت بترفض بسبب ان القضية كانت واخدة صدى واسع بسبب اذاعتها في البرنامج اللي هو بتاع عيون الشعب. كمان المذيع الاستاذ حنفي السيد واللي اظهر احمد الكهربائي بانه هو اكيد اللي عمل كده، وللاسف ما عطلوش اي فرصة يدافع عن نفسه. بس سبحان الله إرادة الله كانت فوق كل شيء. الكهربائي كان ليه صديق عارفه كويس جدا ومتأكد انه مستحيل يعمل الحاجات دي، فالشخص ده كان عارف محامي متخصص في القضايا الجنائيه الاستاذ اسامه الجمل. راح للاستاذ اسامه اكتر من مره علشان يمسك القضيه، ولكن الاستاذ اسامه زي اغلب المحامين كان بيرفض بسبب الاسباب اللي احنا قلناها لحضراتكم دلوقتي. بس من كتر صاحب احمد على المحامي قال له خلاص هات الورقه انا اقراها الاول وهقول لك رايي. المحامي كان بيقول لصديق احمد الكهربائي هات الورق عشان يطلع اسباب ادانه احمد ويظهرها لا لصديقه عشان يقول له خلاص بقى الراجل ده مدان وانا مش همسك القضيه دي، ويبقى سبب مقنع انه يرفض القضيه. بس سبحان الله الاستاذ اسامه اللي كان عايز يطلع من الورق اسباب الادانه ويلاقي سبب او مبرر لرفض القضيه طلع اسباب البراءه. وبعد التعمق في قراءه الورق وعمل تحريات على احمد وعلى عائله الواد حمدي وعن موقع الجريمه وعن والد احمد الله يرحمه وزويه، اتاكد وتيقن ان الموضوع مفبرك علشان حد يفلت من العقاب. ده كمان بسبب تأنيب ضميره لانه كان رافض القضيه في الاول، قرر انه هيترافع عن احمد الكهربائي وبدون اتعاب. وبالفعل الاستاذ اسامه كتب مذكره النقض وتم قبولها واستند على الحاجات اللي احنا قلناها في الاول وحاجات تانية، وتم اعاده محاكمه احمد الكهربائي واللي قعد مسجون لمده 7 سنوات مستني حبل المشنقه، وبفضل الله حصل على البراءه. وبسال نفسي سؤال مهم جدا، الراجل اللي اتظلم ده يترد له اعتباره ازاي بعد ما لفقت ليه ابشع الجرائم؟ من وجهة نظري ان لازم الاستاذ حنفي على الاقل يستضيفه في احدى حلقاته واللي هي مغرقه الدنيا على النت ويتاسف له امام الجميع علشان يتردوا له على الاقل ولو جزء بسيط من حقه. واخيرا يا جماعه بطلب من حضراتكم ان انتوا تشيروا الفيديو ده على اوسع نطاق عشان يوصل لعدد كبير من الناس، والراجل اللي كان مسجون ظلم ده وطلع او اتضح انه بريء يتردوا له ولو جزء بسيط من اعتباره. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.